طيب، يبقى هذا هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. خلينا نقول لحضراتكم ايه السي في بتاعه بسرعه. سيرته الذاتيه: جايمي باتشيكو، طبعا ده اسمه جايمي باتشيكو. هو مدرب نادي بوافيستا من عام 1998 حتى عام 2004. حصل معه على بطولة الدوري البرتغالي عام 2002. درب نادي مايوركا الأسباني موسم 2004-2005 ووصل للدور نصف نهائي لكاس أسبانيا. عاد إلى نادي بوافيستا موسم 2005 ووصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. مدرب نادي فيتوريا البرتغالي موسم 2006-2007. عاد مجددا إلى نادي بوافيستا موسم 2007-2008، ثم مدربا لنادي بلينسي البرتغالي موسم 2008-2009. درب الشباب السعودي وهو الفريق العربي الوحيد الذي دربه. انتقل للصين لتدريب بكين جوان من 2011 وحتى عام 2013. حصل على جائزة أفضل مدرب في البرتغال 4 مرات. منح وسام من مجلة أبولو كأفضل مدرب. هذه هي السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو. ده اللي انتوا عملتوا لجنة واخدتوا سير ذاتية. واضح فعلا ان اختيار كان من مجموعة سير ذاتية كتيرة. كتير.